موجز من بريس 23. أنا ديالا خلف. قوات سوريا مدعومة من واشنطن تتعهد بطرد الدولة الإسلامية من منبج في ريف حلب. الادعاء العام في إقليم كردستان يتهم رئيس حركة التغيير نيشيروان مصطفى بالتحريض على العنف. صحيفة واشنطن بوست: الولايات المتحدة تدعم الأكراد في الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا على الرغم من الاعتراضات التركية. عالم الآثار الألماني يتهم دمشق بنهب آثار تدمر. أعضاء البرلمان الألماني يصفون قتل الأرمن بأنه إبادة جماعية، ورئيس الوزراء التركي يصف مذبحة الأرمن بإبادة جماعية وغير منطقية. الأمم المتحدة: إنزال المساعدات الإنسانية جواً يحتاج لموافقة الحكومة السورية، وإذا رفضت فالحل يكون بيد المجموعة الدولية. للمزيد من المعلومات والأخبار يرجى زيارة موقعنا www.press23.com.